دي تقريبا الحاجات اللي انا اشتريتها، وانا فعلا كنت شاكه ان انا اعمل الفيديو ده ولا لا، بس قلت ان انا اعمله. يمكن في حاجه من الحاجات اللي انا اشتريتها ممكن تساعد، او ممكن حد تاني كان بيدور عليها. انا ان شاء الله في الفيديو ده هوريكم كل الحاجات اللي انا اشتريتها واسعارها كانت كام، لان في ناس كتير جدا بتسالني على الانستجرام وعلى التيك توك على الادوات اللي انا بستخدمها في الحاجات اللي انا بعمل بيها فيديوهات. ازيكم يا جماعه، انا مروه محمد، بقدم فيديوهات نصايح للطلبه وازاي ان احنا نكون اشخاص افضل. فلو عايزين تنضموا لعيلتنا، كل اللي عليكم تعملوه انكم تعملوا سبسكرايب، بانكم تدوسوا على الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو، لان بجد حوالي 94% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركه في القناه، فلازم يا جماعه تروحوا تشتركوا في القناه دلوقتي. طبعا بهزر، اكيد اللي مش عايز يشترك ما يشتركش، ولكن هتندموا، هنا حذرتكم. ويا ريت تعملوا لي لايك، لان ده بيساعدني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. فيا ريت تشجيع، هي حاجه بسيطه جدا قد كده يا دوبك تكه كده، ولكن فعلا بتشجعني قوي. وكمان لو عندكم اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات، برد على كل الناس على قد ما اقدر. ولو لقيت ان التعليقات محتاجه ان انا اعمل عليها فيديو جديد، بعمل فيديو جديد. فزي ما قلت لكم اعملوا سبسكرايب علشان ممكن تعليقك يكون موضوع الفيديو اللي جاي. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدا بالفيديو. اول حاجه المقلمه دي او الشنطه دي. الشنطه دي رخيصه جدا، جبتها من الفجاله وكانت ب 8 جنيه، وما اعتقدش انها هتغلى عن 15 جنيه في اي مكان اصلا. هي الصراحه حلوه قوي، وتقدر انها تشيل حاجات كتير جدا، وتقدروا انكم تحطوا فيها الادوات وما تضيعش منكم، لان الصراحه انا المقالم الصغيره دي اصلا ما بتنفعش معايا قوي. فاشتريت دي. خلينا كده نشوف فيها ايه جواها. اول حاجه علبه الالوان دي، ودي علبه الوان صغيره، هصورها لكم بشكل طبعا اوضح. دي كانت بحوالي 25 جنيه برضو من الفجاله، والصراحه كانت حلوه جدا وعجبتني قوي الصراحه، والوانها حلوه قوي ورخيصه. الحاجه التانية هي علبه الالوان دي السن بتاعها اكبر شويه من السن بتاع القلم التاني. انا هصور لكم السن بشكل اوضح برضو، ولكن دي السن بتاعها اكبر شويه. ولكن الصراحه دي ما عجبتنيش قوي، ولكن برضو سعرها كان في حدود 25 او 23 جنيه، لان مش حاساها احسن كواليتي يعني، او الكواليتي بتاعتها مش حلوه قوي. وكمان بتطبع بشكل كبير جدا، يعني ممكن لو انتوا تكتبوا بيها تطبع على الصفحه اللي وراها واللي وراها بسبب قد ايه هي تقيله. الحاجه التانية بقى اللي اشتريتها هي دي عباره عن اقلام هايلايتر، طبعا كلنا عارفين. وفي يعني انا بستغربه فعلا ان في ناس بتسالني ايه دي. انا مش عارفه ازاي احنا في سنه 2022 وفي ناس مش عارفه يعني ايه اقلام هايلايتر وبتتعمل بيها ايه. يا جماعه الاقلام الهايلايتر دي عباره عن الوان فسفوريه، بتستخدموها في انكم تعلموا على الحاجات المهمه والحاجات اللي انتوا عايزين تفتكروها او بتنسوها او اي حاجه من الحاجات دي. اهميتها ايه؟ اهميتها انها بتشغل فصين الدماغ بتاعنا ان احنا نستذكر المعلومات. بالنسبه بقى اللي بعد كده، هو ده عبارة عن ستيكي نوتس ولكن بأشكال مختلفة. اشتريتها من فين؟ دي الصراحة مش بلاقيها في أي مكتبة وما لقيتهاش في الفجالة، ولكن أنا اشتريتها من مكتبة سمير وعلي. ولكن أنا للأسف أصلا خايفة استعملها، خايفة أفتحها، بسبب إن أنا مش بلاقيها في أي مكان تاني. يعني أنا مصدقت ما لقيتها كانت هناك، لكن أنا أصلا للأسف مش بلاقيها في أي مكان تاني. كده الكراسة دي أنا أول ما شفتها وقعت في حبها كده بجد. بصوا شكلها عامل ازاي، وانا طبعا هصورها لكم برضو بشكل اوضح. شكلها يهبل الصراحه، وده اللي خلاني اشتريها. انا البلانر بتاعتي نفس انا البلانر Shut the fuck up. Shut the fuck up. انا البلانر بتاعتي نفس الشكل ده، هصورها لكم. انا لقيتها في الفجاله ب 30 جنيه وكان شكلها احلى بكتير صراحه، يعني دي شكلها حلو قوي. كانت ب 30 جنيه، ولكن عندنا هنا بتتباع ب 40 جنيه، فهنا اغلى شويه، وكمان الاشكال مش حلوه قوي. بعد كده البلانر دي هصور لكم برضو بشكل اوضح. الصراحه البلانر دي انا اول ما شفتها عجبتني قوي. اولا شكل الغلاف عجبني جدا، شكل الورق من جوه عجبني جدا، هصوره لكم. ولكن مش عارفه هستخدمها ولا لا الصراحه. يعني ليه؟ لان انا اول مره اصلا اشتري بلانر معموله او جاهزه. انا دايما انا كنت دايما بعملها، انا اللي بعملها بنفسي وكده، فمش حاساها هتنفعني قوي، مش حاساها عمليه ليا، فاهمني؟ ولكن هي كشكل
من جوه ومن بره حلوه جدا صراحه. وبعد كده الكراسه دي هصورها لكم بشكل اوضح، زي ما قلت خلاص انا كده مش هقول الكلمه دي كتير، اللي هو انا قلت لكم خلاص هصورها بشكل اوضح. ودي المتوقع انها هتكون البولت جورنال بتاعه سنه 2023. فلو عايزين تشوفوا الفيديو اعملوا سبسكرايب وقولوا لي انكم عايزين تشوفوا البولت جورنال بتاع السنه الجايه علشان ابدا ان انا اعمله قبل السنه الجديده طبعا. ولكن هيجي بقى ناس هتسالني، وانا عارفه ان السؤال ده هيتكتب على الفيديو ده، فانا لازم اقوله علشان اكون خلصت كده ضميري، اللي هو انا قلت ده. ناس كتير جدا بتسالني يعني ايه بولت جورنال او يعني ايه بلانرز اصلا. بصوا يا جماعه، البولت جورنال دي هي عباره عن كراسه بنجيبها مع بدايه كل سنه، بنبدا ان احنا نكتب فيها الاهداف بتاعتنا والخطط بتاعتنا والكالندرز والحاجات دي كلها علشان تبقى السنه برودكتيف او ننجز حاجات كتير جدا خلال السنه. وفعلا انا قبل البولت جورنالز انا ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي، ما كنتش منتظمه على اي حاجه، ما كانش عندي اهداف اصلا. ولكن لما بدات ان انا اعمل البولت جورنالز الصراحه ساعدوني بشكل كبير جدا على اني يبقى عندي اهداف واحقق الاهداف دي وخطط الاهداف وروتين وكل الحاجات دي الصراحه. فهي دي من اكتر الحاجات اللي ساعدتني. اعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا البلانر لما ينزل. بعد كده الكراستين دول برضو جبتهم من الفجاله، والصراحه هما كانوا من الكراسات عجبوني قوي. ليه؟ لان انا اصلا بحب الديزاين بتاع الكراريس دي، انها ما تكونش فيها الخطوط اللي حواليها دي، لان بجد الخطوط بتاعت التاريخ والدرس ومش عارفه بجد بكرهها سم. فالكراسه دي حبيتها قوي، وهي اصلا كانت ب10 جنيه بس، بسبب انها كانت فيها شويه عيوب اللي هي اصلا ما تعتبرش عيوب بالنسبه لي الصراحه. يعني انا هوريكم العيوب اللي كانت موجوده في الكراستين، فعشان كده كانوا ب10 جنيه. وكان في كراريس برضو حلوه زيهم كده، كانوا حوالي 15 جنيه او 20 جنيه، يعني ما كانوش اغلى منهم قوي. لكن كان الغلاف بتاعها كان بلاستيك، فالصراحه برضو كانوا حلوين قوي. ندمت الصراحه ان انا ما جبتهمش، يعني كان المفروض ان انا اجيبهم، ولكن علشان كنت مسافره وكده فقلت اخلص بسرعه، فهو ده اللي الصراحه خلاني ما اجيبهمش. لكن انا لو رجعت تاني انا الصراحه هجيبهم. اللي جبته بعد كده هم دول، هصورها لكم بشكل اوضح. ده ده كالندر بتاع السنه، وده بتاع اليوم. جبتها من فين؟ جبتها من مكتبه سمير وعلي برضو، ولكن دي اصلا من براند اسمها دونها، والبراند دي هتقدروا انكم تلاقوها على الانستجرام، تقدروا انكم تشتروا من عندهم هناك، مش محتاجين انكم تروحوا مكتبه سمير وعلي، وخصوصا احنا في محافظات زينا احنا ما عندناش مكتبات سمير وعلي اصلا، تقدروا انكم تلاقوها بشكل سهل جدا. وبرضو من الحاجات اللي اشتريتها هي المحفظه دي، شكلها كيوت خالص الصراحه وحبيتها قوي. بالنسبه للمقلمه دي انا جبتها من فين؟ جبتها برضو من الفجاله. وبالنسبه بقى لدول القلمين دول، الاثنين دول جبتهم من سمير وعلي. القلم ده وحش قوي، محدش يجيبه وغالي جدا، يعني هو الواحد ب30 جنيه. هو بيبقى ليه فتحتين، فتحه من قدام رفيعه وفتحه من قدام تخينه، ولكن وحش قوي وبيطبع بشكل غبي، فلا محدش يجيب القلم ده. ولكن بالنسبه للقلم ده هو من نوع فابريكاسو، لكن القلم ده خرافه. القلم ده بجد انا نفسي ارجع هناك تاني والم كام واحد منه زياده. السن بتاعه اللي هو بيبقى كده، وهكتب لكم بيه علشان تشوفوا طريقه الكتابه بيه. فالقلم ده لو تقدروا انكم تجيبوا منه 20 واحد جيبوا منه 20 واحد. هو الواحد منه اصلا ب30 جنيه او ب32 جنيه، ولكن يستحق الصراحه، يستحق. وبس كده، هي دي الادوات اللي انا جبتها للتخطيط والدراسه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك علشان ده بيشجعني ان انا اكمل، وكمان يا ريت تعملوا لي سبسكرايب بانكم تدوسوا على الزرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جايه. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات، برد على كل الناس على قد ما اقدر. ولو لقيت ان التعليق محتاج ان انا اعمل عليه فيديو جديد بعمل عليه فيديو جديد. وعلى فكره لو انتم ما كنتوش تعرفوا يعني، فانا عندي حساب على تيك توك وعلى الانستجرام، بقدم هناك فيديوهات قصيره هتفيدكم جدا لمعلومات برضو هتستفادوا منها. وكمان لو عندكم اي سؤال فتقدروا تسالوا لي على الانستجرام، هناك بلاقي الاسئله بشكل ابسط واسهل واسرع، فبالتالي برد على عدد كبير جدا من الناس اكتر من هنا. فتقدروا انكم تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام هناك، هتستفادوا جدا. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام.